منصة هوجبول واتقفل معاه آمال ناس كتير. تطبيق الهوجبول اللي ضيع ناس كتيرة، ناس باعت شققها، ناس باعت دهبها، وكمان ناس خدت قروض واللي استلف، والكل كان هدفهم واحد: الربح السهل، المكسب السريع، وبرضو النتيجة واحدة للكل وهي النصب. ناس كتير اتقدموا ببلاغ للنائب العام ضد منصة تدعى هوجبول للاستثمار، اتهموها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، طبعا عن طريق التحايل عليهم وإيهامهم بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر. لكن في النهاية طلعت شركة وهمية مكونة من مجموعة من النصابين والمحتالين المتخصصين في النصب والاحتيال الإلكتروني، وللأسف جمعوا من الناس حوالي 6 مليار جنيه، وكل المبلغ ده عن طريق تطبيق على سوق بلاي مصر. طب وإعلانهم يا ترى كان عامل إزاي؟ كانوا بيقولوا ادفع 200 جنيه فقط للشركة على التطبيق، وفي حوالي 10 أيام تاخدها 400 جنيه يا بلاش. وكمان ممكن تستثمر بمبالغ أعلى من كده في المشروعات اللي هي تحت إشراف المنصة، ويقدموا كمان عروض استثمارية جديدة يقنعوا بها الناس باستثمار مبالغ أكبر، وده علشان يحصلوا على فوائد وأرباح أكتر. وكل شوية يقدموا عرض مغري عن اللي قبله علشان يخلوا الناس تطمع وتحط فلوس أكتر عندهم. طب مصدر الفلوس دي كان إيه؟ للأسف حكايات مأساوية من الناس اللي بتقولها. ولما كانوا بيدفعوا جزء من الأرباح للناس، للأسف الناس بلعت الطعم وبدأوا يدفعوا أكتر، وكمان يجيبوا معارفهم يدفعوا معاهم فلوس. علشان كده ياريت دايما نخلي بالنا، مش أي حاجة نصدقها، وحلم الثراء السريع ما يخليناش نفقد كل ما نملك، وكمان نستلف ونستدين من الناس ونضيع نفسنا ونضيع اللي حوالينا كمان معانا. الشركات والتطبيقات والأشخاص اللي بيروجوا للثراء السريع دول هم نفسهم اللي بيبقوا عايزين الثراء السريع لنفسهم مش للناس. ياريت كلنا ناخد بالنا من الحاجات دي وما نجريش ورا الأوهام.